ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهاردة هنشوف مع بعض شكل الانترفيس بتاع فيجما عامل ازاي، وهنعرف مع بعض ايه التولز بتاعته وازاي ممكن نستخدمها. بعد ما نزلنا فيجما وعملنا مع بعض الاكونت بتاعنا، هلاقي عندي الداشبورد بالمنظر ده. هلاقي عندي على الشمال اول حاجة عندي فوق اسم الاكونت بتاعي اللي عملته. لو ضغطت عليه هيفتح لي لستة. هلاقي عندي صورة البروفايل، ممكن اعمل لها edit واحط صورة. وهلاقي عندي اسم الاكونت اللي انا اخترته اللي عملناه مع بعض. هلاقي الايميل بتاعي اللي انا داخل بيه. هلاقي برضو عندي ممكن اختار الثيم بتاع السيستم او السوفت وير عامل ازاي، لو انا افضل اللايت او افضل الدارك، او على حسب الثيم اللي انا مختاره للويندوز بتاعي سواء دارك او لايت. وهلاقي عندي السيتنجز، وهلاقي عندي الايميل اللي انا داخل بيه. لو انا عايز اعمل اكونت جديد وادخل بيه هعمل اد اكونت من هنا. ولو انا عايز اعمل لوج اوت هلاقي عندي هنا دي النوتيفيكيشنز بتاعتي. انا لسه ما عنديش اي نوتيفيكيشنز، بس اي نوتيفيكيشن جديدة هتظهر لي هنا. هلاقي عندي السيرش بار، لو انا عايز اعمل سيرش على ملف او فايل معين، او اعمل سيرش على اسم تيم، او اعمل سيرش على اسم شخص او اكونت بتاع واحد شغال معايا. هلاقي عندي حاجة اسمها recents او الملفات الاخيرة او القريبة. دي بتظهر لي كل الملفات او اخر ملفات قريبة انا اشتغلت عليها. هلاقي حاجة عندي اسمها your teams. your teams دي الفرق اللي انا شغال معاها، بمعنى انا ممكن اعمل فريق لو احنا هنشتغل على مشروع مثلا في شركة، والمشروع دوت بيشتغل عليه اكتر من شخص باكتر من اكاونت على نفس المشروع او على نفس البروجكت. فانا هعمل تيم وهسميه باسم البروجكت، ودوت ادخل عليه باكتر من اكاونت من اجهزة مختلفة. هلاقي حاجة عندي اسمها الدرافتس. الدرافتس دي كل الملفات اللي انا شغال عليها، وهلاقيها عندي ظهرالي في الويندو اللي في النص. هلاقي عندي حاجة اسمها favorite files. favorite files دي يعني الملفات المفضلة بالنسبة لي. لو انا بعمل بختار ملف او project وبعمل عليه favorite هيظهر لي هنا في الحتة دي. وهلاقي هنا عندي التيمز، زي ما قلنا التيمز انا بعمل create او بكون فريق ان انا يشتغل عليه اكتر من واحد على نفس البروجكت. هلاقي هنا عندي في الشاشة اللي في النص هلاقي عندي الدرافتس. زي ما قلنا الدرافتس هي الملفات اللي انا بشتغل عليها، كل الملفات او البروجكتس اللي انا بشتغل عليها بتظهر لي في الويندو دي. هلاقي عندي جنب الدرافتس هلاقي تاب صغيرة اسمها deleted. ديت التاب هنا بتظهر لي كل الملفات او البروجكتس اللي انا مسحتها بتظهر لي هنا. هنرجع تاني للدرافتس. هلاقي على اليمين هلاقي فلترز، هلاقي حاجة اسمها all files او كل الملفات بتظهر لي في الويندو اللي في النص كل الملفات اللي انا عملتها. هلاقي اختيارين تانيين، هلاقي لو انا عايز اشوف الديزاين فايلز بس، ولو انا عايز اشوف الفيج جام فايلز بس. احنا زي ما قلنا ممكن نختار بطريقتين، يا اما اعمل فيجما بروجكت او فيج جام بروجكت، وهنشوف مع بعض قدام الفيج جام دوت اللي هو ايه. هلاقي عندي برضو هنا التواريخ، هيرتب لي الفايلات على حسب الاختيارات اللي انا بنقيها من هنا، يا اما ترتيب ابجدي او ترتيب على حسب تاريخ اللي انا عملت فيه البروجكت، او على حسب اخر بروجكت انا عدلت عليه. يا اما يرتبهم لي الاقدم يبان لي الاول او الاجدد يبان لي الاول. هلاقي عندي هنا شكل الويندو او ترتيب الفايلات في الويندو هنا هيبقى عامل ازاي، يا اما هيبقى بشكل مربعات بالشكل ده على شكل خريطة، او يبقى بشكل ليست بالمنظر ده. لو انا عايز ان انا ابدأ اعمل البروجكت بتاعي او اعمل كرييت لبروجكت جديد او ديزاين فايل جديد، هاجي هنا على الزرار الازرق اللي مكتوب عليه ديزاين فايل، هضغط عليه. بكل بساطة هيفتح لي تاب جديدة، هيفتح لي التاب الجديدة اللي هبدأ فيها الشغل بتاعي او هعمل فيها الديزاين فايل بتاعي. عندي طريقة تانية، ممكن ان انا البلس الصغيرة اللي فوق هنا هضغط عليها، هيفتح لي تاب جديدة اسمها نيو فايل. هيقول لي لو انا عايز نيو ديزاين فايل، وهلاقي هنا عندي كل البروجيكتس او الملفات اللي موجودة عندي على الاكونت. لو انا عايز اختار منها بروجكت اكمل عليه شغل، ممكن اعمل سيرش.
باسم بروجكت معين. لو انا هشتغل على بروجكت معين بدور عليه، هقول له برضو اعمل لي نيو ديزاين فايل، وهيفتح لي برضو ديزاين فايل جديد فاضي ان انا ابدأ اشتغل عليه. دلوقتي خلاص انا مش محتاج التاب دي، فانا ممكن اقفلها من هنا. هنشتغل على التاب دي. هلاقي عندي شكل الشاشة عامل بالمنظر ده. هلاقي عندي فوق التول بار بتاعتي فيها كل الحاجات اللي انا هستخدمها. هلاقي عندي هنا، هلاقي ده اسم الفولدر اللي الملف معمول فيه، اللي هو الدرافتس. وهلاقي عندي هنا ده اسم البروجكت او اسم الفايل اللي انا عملته. ممكن ان انا اعمل له رينيم بكل بساطة. هدوس عليه وهكتب اسم الفايل بتاعي، وليكن new project. وهلاقي عندي هنا سهم، لو دوست عليه هيقول لي لو انا عايز اشوف الهيستوري بتاع الفايل ده عامل ازاي، لو انا عايز اعمل له export، لو انا عايز اغير شكل الكالر بتاعه، لو انا عايز اعمل منه نسخة تانية، لو انا عايز اعمل له رينيم او اغير الاسم بتاعه، لو انا عايز انقل البروجكت او اديه فايل تاني او احطه في فولدر تاني، لو انا عايز اخلي البروجكت دوت فيفوريت او مفضل بالنسبة لي عشان يظهر لي في الفيفوريتس، لو انا عايز امسحه. وهلاقي عندي هنا الاكونت بتاعي، وهلاقي عندي هنا زرار الشير لو انا عايز ابعت اللينك بتاع الملف دوت لحد من اللي شغالين معايا. دي حاجة اسمها developer mode، هنبقى نشوفها مع بعض بعدين. هلاقي عندي هنا دوت البلاي بutton او البريزنت بutton دوت بيظهر لي شكل البروجكت بتاعي لو انا عامل بروتوتايب، او لو انا عايز اشوف شكله على الموبايل او على الكمبيوتر بتاعي يبقى عامل ازاي. ودوت هنا الزوم او مسافة الزوم بتاع الفايل بتاعي او الشاشة بتاعتي. هلاقي هنا عندي على اليمين، هلاقي عندي برضو الديزاين بار. هلاقي عندي هنا ده لون الصفحة بتاعتي او الخلفية بتاعتي. هلاقي عندي هنا ده برضو الزوم بتاعي، والعين دي بتظهر لي وتخفي لي الشاشة. هلاقي عندي حاجة اسمها local variables وحاجة اسمها local styles والاكسبورت. هنشوف مع بعض دلوقتي كل حاجة من دول بتعمل ايه. وهلاقي عندي البروتوتايب دوت لما انا ابدأ اعمل البروتوتايب او ان انا ابدأ اعمل الانيميشن بتاعي. هنشوفها مع بعض قدام. وعندي على الشمال هلاقي عندي اللاير بار، هتظهر لي هنا، بيظهر لي كل اي حاجة انا بحطها على الشاشة بتظهر لي هنا عندي في البار دي. وهلاقي عندي حاجة اسمها assets، لو انا بعمل اي component او انا بعمل اي asset بيظهر لي هنا برضو في البار دي. وهلاقي عندي البيج، انا ممكن اعمل اكتر من بيج. لو انا مثلا عايز اعمل بيج للديزاين بس، وعايز اعمل بيج للواير فريم بس علشان انا عامل الاكونت بتاعي فري، فانا عندي مسموح لي ان انا اعمل صفحتين كمان او 2 pages كمان غير اللي انا فيها دي. لو انا عايز اعمل اكتر من بيج بعد كده ممكن اعمل اكونت تاني بفلوس، او اعمل ابجريد للاكونت اللي انا فيه. طيب، هلاقي عندي من فوق اول حاجة على الشمال المين منيو بتاعتي. لو انا ضغطت عليها هيطلع لي كل الاوبشنز اللي موجودة عندي. لو انا عايز اختار اوبشن من الاوبشنز بتاعت الفايل، لو انا عايز اعمل نيو ديزاين فايل او نيو فيججام فايل، لو انا عايز احتفظ بنسخة، او ان انا احتفظ بالهيستوري بتاع الفايل بتاعي، او اشوف الهيستوري بتاع الفايل بتاعي، او لو انا عايز اعمل اكسبورت للملف اللي انا واقف فيه، لو انا عايز اعمل edit هيظهر لي كل الاوبشنز بتاعة الايديت. لو انا عايز اعمل undo، او لو انا عايز اعمل نسخة من ال CSS، لو انا عايز اعمل نسخة ك SVG او PNG،
لو انا واخد كوبي من حاجة وعايز اعمل لها بيست، لو انا بدور على حاجة هلاقي عندي الفيو، شكل شكل الشاشة عندي عامل ازاي، او شكل الويندو بتاعتي عامل ازاي. لو انا عايزها لاي اوت، لو انا عايز اظهر الرولرز او المسطرة بتاعت الشاشة، لو انا عايز اظهر الاوتلاين، لو انا عندي ماسك وعايز اظهره، لو انا عندي فريم، وهكذا. هنشوف مع بعض كل واحدة من دولت بتعمل ايه، ولو انا عندي تكست او لو انا عندي اوبجكت، وهكذا. طيب، هلاقي هنا تاني اختيار عندي الماوس او الموف تولز بتاعتي، هختارها. هلاقي عندي اختيارين، يا اما موف اللي هو شكل الماوس العادي، يا اما سكيل لو انا لو انا عايز ان انا اغير حجم حاجة معينة او الايتم اللي انا واقف عليه. نرجعها للموف تاني. هلاقي هنا حاجة اسمها فريم. الفريم دوت هو البانل او الصفحة اللي انا ببدأ ارسم عليها. فانا لو دوست فريم هلاقيه هنا على يمين طلع لي اختيارات كتير. يا اما انا ممكن اعمل فريم بالسايز او الحجم اللي انا عايزه، يا اما هو عامل لي احجام ديفولت على حسب لو انا عايز اعمل فريم على حجم جهاز معين. وليكن مثلا لو انا عايز اعمل فريم على حجم موبايل، هلاقي عندي اختيارات هو عاملها. لو انا عايز اعمل على حجم اندرويد كبير او اندرويد صغير، هلاقي عندي ايفون بكل الانواع بتاعته. وهلاقي عندي هنا على اليمين، يعني انا هلاقي قدامي اسم الموبايل او اسم الجهاز، وهلاقي على اليمين جنبه حجم الفريم بتاعه هيبقى عامل ازاي. طيب، لو انا عايز اعمل ديزاين على تابلت نفس الفكرة، هلاقي برضو الاحجام على حسب كل جهاز. لو انا عايز اعمل على ديسكتوب، هلاقي عندي برضو لو في ماك بوك، او لو في ديسكتوب عادي، او لو انا هعمل واير فريم، او لو انا هعمل حاجة تظهر على التلفزيون اللي هو السمارت تي في. لو انا عايز اعمل برزنتيشن، او لو انا عايز اعمل ديزاين للسمارت ووتش، هلاقي عندي هو عامل لي فريمز للابل ووتش. لو انا عايز اعمل حاجة بحجم ورقة، سواء كانت A4 او A5، او لو كانت لتر. لو انا عايز اعمل ديزاين للسوشيال ميديا، سواء كان تويتر او فيسبوك او انستجرام، وهكذا. هلاقي عندي حاجة اسمها سيكشن وحاجة اسمها سلايس، هنشوفهم مع بعض قدام. هلاقي هنا عندي الاشكال بكل انواعها. لو انا عايز اعمل ريكتانجل او سكوير بختار من هنا. وهلاقي جنب كل حاجة الزرار بتاعها من الكيبورد او الشورت كات بتاعتها اللي بتخليني اختارها بسرعة او بسهولة. زي مثلا لو انا عايز اختار ريكتانجل، هلاقي الشورت كات بتاعته ار. لو انا عايز ارسم خط او لاين، هلاقي الشورت كات بتاعته ال. لو انا عايز ارسم سهم، او لو انا عايز ارسم دايرة، لو انا عايز ارسم مثلث، لو انا عايز ارسم نجمة، لو انا عندي صورة من بره وعايز احطها، ممكن اختارها من هنا. عندي حاجة تانية اسمها البن تول. البن تول بتسمح لي ان انا اعمل تريسنج او ان انا ارسم بايديا. لو انا عايز ارسم شكل معين، بختار البن تول وابدأ ارسم بشكل معين. هلاقي هنا عندي التي دي التي او اللي هي التكست، اللي هي بتسمح لي ان انا ابدأ بالكتابة. وهلاقي هنا دي حاجة عندي اسمها resources، دي هنشوفها مع بعض قدام. وهلاقي هنا عندي حاجة اسمها الهاند تول. الهاند تول بتسمح لي ان انا احرك الشاشة بتاعتي. لو انا عايز اتحرك من مكان لمكان، اجيبها يمين او اجيبها شمال. وهلاقي هنا عندي دوت لو انا عايز احط كومنت، ممكن اكتب اي كومنت عادي جدا، وهيظهر هنا الكومنت بتاعي بالاسم بتاعي والاكونت بتاعي. الكومنت ده انا بستخدمه لو انا عايز افتكر حاجة، لو انا عايز احط نوت على نقطة معينة في الديزاين بتاعي، او لو انا شغال مع فريق وبنراجع مع بعض الديزاين فايل بتاعنا وعايز اسيب كومنت او عايز اسيب رأيي على النقطة ديت، فانا بحط له كومنت على النقطة دي
واللي شغال معايا من عنده هيشوف الكومنت بتاعي ويقدر ان هو يتابع او يتصرف على اساسه. طيب دلوقتي هنشوف مع بعض شكل كل اختيار من اللي قلناهم عامل ازاي، وايه الاوبشنز التانية اللي فيجما بيديها لي. فانا دلوقتي لو انا علشان ابدا الرسم الديزاين بتاعي لازم الاول اقول اختار فريم ابدا ارسم عليه. فانا هرسم فريم بمقاسات راندوم، مش هختار فريم معين. هلاقيه عندي على اليمين شكل البار بتاعي اختلف. هلاقيه طلع لي الاشكال ديت او الاختيارات ديت اسمها alignment tools. يعني ايه؟ يعني هي بتحدد لي الترتيب او التنظيم بتاع الشاشة عندي عامل ازاي، وهنشوف مع بعض دلوقتي هي بتشتغل ازاي. هلاقي عندي هو مبين لي المكان بتاع الفريم او الاوبجكت اللي انا مختاره او اللي انا ماسكه بالماوس بتاعي، مكانه على الاكس اكسس وعلى الواي اكسس. لو انا عايز اغير او ان انا احركه ممكن بكل سهولة اضغط وابدأ اشد، هلاقيه بيتحرك معايا على الشمال او على اليمين، او ان انا ممكن ابدأ ادخل له رقم معين. وليكن مثلا لو انا عايزه في الزيرو هلاقيه اتحرك، ومكانه على الواي اكسس برضو نفس الفكرة، ان انا لو حركته شمال هيطلع فوق او يمين هينزل تحت. وممكن برضو ان انا اديله رقم معين، لو قلت له برضو زيرو هلاقيه ان هو نزل لي تحت. هلاقي عندي هنا الويدث او العرض بتاع الفريم بتاعي والهايت. ممكن برضو بنفس الطريقة ان انا اشد هنا هلاقيه بيوسع معايا وكده بيضيق. لو انا برضو عايز ادخل له رقم معين بايدي هقول له خليه 500. والهايت نفس الطريقة او الطول بتاعه هبدأ اشد كده، طول ما الرقم بيقل معايا هو بيقصر، ولو رحت الناحية التانية الرقم بيكبر معايا وهو بيطول. هقول له برضو خليها لي 500. هلاقي هنا عندي الشكل ده اللي هو بيخلي لي الويدث والهايت بتوعي ايكوال. بمعنى لو انا ضغطت عليه وجيت قلت له غير لي في الويدث مثلا خليها لي 400، هلاقيه اوتوماتيك في الهايت غيرها لي 400. بس ده مش معناه ان هو بيخلي الرقمين بيساووا بعض. هو هنا علشان انا بس مدخل الرقمين بيساووا بعض فهو بيغيرهم شبه بعض. لكن انا معناها ايه؟ معناها ان انا علشان نقصت من هنا 100 فهو من نفسه نقص من الهايت 100. هلاقي هنا عندي ديت الروتيشن او نسبة الدوران بتاعة الاوبجكت اللي انا ماسكه او بتاعة الفريم. بنفس الطريقة لو انا شديت هيبدأ يتحرك معايا يمين وشمال. ممكن ادخله رقم معين، لو قلت له خلي دي 45 درجة نرجعها زيرو تاني. هلاقي عندي هنا ديت الراوندد كورنر او البوردر راديوس بتاعي اللي هو الاركان. نسبتها هتبقى عاملة ازاي، اللي هو لو انا عايزها تبقى مدورة شوية انا هرجعها للزيرو تاني. هنا ديت بتوسع لي الراديوس بتاعي لو انا عايز ان انا اغير في كورنر واحد بس، مش محتاج ان انا اغير في الاربعة. هلاقي عندي دوت الشمال فوق واليمين فوق، اليمين تحت والشمال تحت. هلاقي عندي حاجة اسمها كورنر سموذنج، ديت نسبة التشدد في الكورنر بتاعي، وهلاقيه هو حاطط لي نسبة معينة لحد الاي او اس. ده معناه ان هي ديت النسبة بتاعت الابل او موبايلات الاي او اس بتبقى بالمنظر ده. هلاقي عندي حاجة تانية اسمها اوتو لاي اوت ولاي اوت جريد، دول هنشوفهم مع بعض قدام. واللاير دي برضو هنشوفها مع بعض قدام. هلاقي عندي حاجة اسمها فيل، ديت اللون بتاع الاوبجكت اللي انا ماسكه، اللون الداخلي من جوه. هلاقي هنا عندي دوت اللون الابيض، وهلاقي عندي هنا نسبة اللون بتاعتي او اللي هي الاوباسيتي بتاعت اللون
او درجة غمقان اللون بتاعي. وهلاقي العين ديت عندي لو انا عايز اظهر او اخفي اللون، وهلاقي الماينس دي لو قلتله شيل لي اللون خالص. طيب ارجعه تاني ازاي؟ ادوس على البلس من هنا هيزود لي لون. طيب لو انا عايز اغير اللون هضغط هنا على المربع الابيض، هلاقي عندي من فوق اختيارات. لو انا عايز لون سوليد او لون ثابت، لو انا عايز اعمل لون جريدينت او تدريجي، لو انا عايز احط في الفريم اللي انا عامله، لو انا عايز احط فيه صورة، او لو انا عايز احط فيه فيديو. هنرجع تاني للون، هلاقي عندي كل الالوان بتاعتي من هنا، من الابيض لدرجة غمقان اللون، ومن الابيض للاسود. لو انا عايز اي لون تاني عندي البار بتاعي هنا في كل الالوان. وهلاقي هنا عندي الاوباسيتي زي ما قلنا اللي هي درجة غمقان اللون من الافتح للاغمق. هلاقي هنا عندي حاجة اسمها الاي دروبر، دي بتسمح لي ان انا لو انا عايز لون معين ومش عارف درجته او مش عارف الرقم بتاعه ان انا اختار اللون بتاعي بكل بساطة. همسكها وادوس على اللون اللي انا عايزه هلاقيه جاب لي اللون. هلاقي هنا عندي لو انا عارف كود اللون اللي انا عايزه ممكن اكتبه هنا، وبرضو هكتب هنا درجة غمقان اللون او الاوباسيتي بتاعته. هلاقي هنا عندي حاجة اسمها هيكس، دي بتبقى على حسب كود اللون اللي انا عايزه. لو انا عندي اللون RGB او CSS او HSL او HSB، لو انت عارف كود اللون بتاعك او عندك كود معين عايز تكتبه هتختار بس من هنا على حسب الكود بدرجاته وهتدخله الكود اللي عندك. هرجعها هيكس تاني. هلاقي هنا في الدوكيمنت كولرز كل الالوان اللي انا بستخدمها في الملف بتاعي او في البروجكت بتاعي هتظهر لي هنا من تحت. عندي حاجة تانية اسمها ستروك. الستروك اللي هو الحرف بتاع الاوبجكت اللي انا ماسكه، هيطلع لي هيرسم لي حرف او اوتلاين على الاوبجكت. ونفس الطريقة برضو اختار اللون بتاعي بنفس الشكل، ودرجة غمقان اللون لو انا عايز اظهره او اخفيه، لو انا عايز اشيله خالص او احطه تاني. هلاقي عندي هنا هو بيقول لي انت عايز ترسم البوردر جوه ولا بره ولا في السنتر. انا هقول له عايزه جوه. هلاقي هنا عندي درجة سمك الاوتلاين او سمك الستروك بتاعي. كل ما ابدأ ازوده هلاقيه السمك بتاعه بيزيد وبيغمق معايا بالمنظر ده. هلاقي هنا برضو لو ضغطت هنا بيديني اختيارات لو انا عايز ارسم الستروك او البوردر في ناحية معينة، لو عايزه من فوق بس او من تحت بس او شمال بس او يمين بس او في كل الاتجاهات. هلاقي هنا عندي الثلاث نقط دي برضو بتسمح لي بتديني اختيارات زيادة لو انا عايز عندي اختار شكل الستروك او شكل البوردر بشكل معين، سواء كان سوليد او لو هو يكون شرط او نقط بالشكل ده. بيسمح لي برضو ان انا اختار انا عايزه يكون كام شرطة، مثلا لو قلت له عايزه 10 شرطات او 10 شرط. بيسمح لي بان انا المسافة ما بين كل شرطة وشرطة تبقى قد ايه. لو انا قلت له مثلا 50، بيسمح لي ان انا اختار شكل الشرطة نفسها بتبقى عاملة ازاي. لو هي تبقى مدورة او عندها راوندد كورنرز، او لو هي تبقى ملهاش كورنر خالص، او ان هي تبقى شارب او تبقى الداش نفسها مربع. طيب عندي حاجة تانية اسمها effect. الافكت دي بتسمح لي لو انا عايز ارسم عايز الاوبجكت اللي انا ماسكه يبقى ليه ظل او دروب شادو. وعندي اختيار تاني لو عايزه inner shadow، او لو عايز اعمل له blur ان هو يبقى مشوش بالشكل ده، او لو عايز يبقى البلور على الخلفية او على الباك جراوند بتاعه. لو دوست على الشمس دي دي بتديني درجة قوة البلور او قوة التشويش بتاع الاوبجكت اللي انا ماسكه. او لو كان شادو او ظل
برضو هضغط على الشمس هيطلع لي اوبشنز زيادة، ان انا ارسم شكل الشادو بتاعي من على الاكس اكسس وعلى الواي اكسس. درجة التشويش بتاع الشادو هيبقى عامل ازاي، ودرجة السبريد بتاعته او درجة الانتشار بتاع الشادو او الظل بتاعي. وهلاقي هنا عندي اللون بتاع الشادو ودرجة الغمقان بتاعته او درجة قوة اللون. واخر حاجة عندي الاكسبورت، ان انا بعد ما رسمت الديزاين بتاعي وخلصت كل حاجة عايز ان انا اعمل له اكسبورت كشكل صورة. فهاجي هنا هقول له اكسبورت، هختار شكل الملف او شكل الاوبجكت اللي انا عايزه يطلع بشكل عامل ازاي، لو انا عايزه PNG او عايزه JPG او SVG او PDF. هختار الشكل اللي انا عايزه وفي الاخر هقول له اكسبورت. هو هيقول لي ده اسم الملف بتاعي اللي هيطلع، وهختار المكان اللي انا عايزه وهقول له سيف. وبكل بساطة لو انا طلعت دلوقتي على المكان اللي انا سيفت عملت له سيف فيه هلاقي عندي اهو شكل الديزاين اللي انا اخترته. طيب انا ممكن استخدم ايه تاني؟ عندي بقية التولز اللي فوق. لو انا عايز ارسم ريكتانجل هختار من هنا ريكتانجل كله جوه الفريم بتاعي، ونفس نفس البروبرتيز او نفس الخصائص اللي كانت في الفريم هتبقى على كل اوبجكت. هلاقي عندي مكانه على الاكس اكسس، بس المرة دي مكان الريكتانجل اللي انا ماسكه بالنسبة للفريم. يعني انا لو خليت الاكس اكسس 0 هيبدأ لي من اول الفريم على الشمال، ونفس الكلام لو انا قلت له الواي اكسس ابدأ لي من 0 هيبدأها لي من مكان الفريم بتاعي من فوق. وبرضو هلاقي عندي الويدث بتاع الريكتانجل والهايت بتاع الريكتانجل والكورنرز بتاعته كذا. طيب دلوقتي هلاقي هنا عندي الالاينمنت تولز اللي كنا بنتكلم عليها اتفتحت. فهنا الالاينمنت تولز معناها الاوبجكت اللي انا ماسكه اللي هو الريكتانجل المحاذاة بتاعته هتبقى ازاي بالنسبة للفريم. بمعنى لو انا قلت له انا عايز الريكتانجل دوت يبقى مثلا على اول الفريم، مش محتاج ان انا اجي وهنا واقول له اعمله لي الاكس اكسس 0. ممكن بكل بساطة اقول له ابدأ لي هنا من الشمال او align left هلاقيه جه على الشمال. لو انا عايزه يسنتره لي في نص الفريم هقول له من هنا سنتره لي هنا، هو اوتوماتيك لوحده بيحطه في السنتر. لو انا عايزه على اليمين خالص align right. لو انا عايزه يبدأ لي من اول الفريم من فوق، او من سنتر الفريم، او من اخر الفريم من تحت. ونفس البروبرتيز او نفس الاوبشنز في الباقي، اللون الفيل بتاعه والستروك، ولو عنده افكتس زي الشادو والبلور اللي قلنا عليهم. وفي الاخر انا لما باجي بعمل اكسبورت انا بعمل اكسبورت للفريم كله، ما جيش اعمل اكسبورت لايتم واحد من جوه. طيب لو انا عايز ارسم اشكال تانية، لو انا عايز ارسم لاين، او لو انا عايز ارسم ارو، او لو عايز ارسم دايرة، لو انا عايز اكتب تكست، هلاقي كل الاختيارات عندي متاحة وكلها بحطها جوه الفريم. هلاقي عندي هنا على الشمال في اللاير بار بتاعتي هلاقي عندي كل حاجة موجودة في الفريم بتاعي. فانا بكل بساطة لو قفلت الفريم ده هلاقي كل حاجة بتتجمع جواه. لو انا مش عايز اظهر الفريم دوت عايز اخفيه هضغط على العين من هنا، هو موجود كل حاجة انا عملتها موجودة بس هي مش ظاهرة عندي على الشاشة. ارجعها تاني ازاي؟ افتح العين دي تاني من هنا. طيب القفل ده بيعمل ايه؟ القفل دوت بيخليني ان انا مش هعرف ان انا احرك او ان انا ارسم اي حاجة جوه الفريم او ان انا احرك اي حاجة من جوه. ممكن افتحها تاني عادي جدا، كل حاجة هترجع زي ما هي. وبكده نكون عرفنا مع بعض شكل السوفت وير عامل ازاي، شكل الداشبورد، وازاي اقدر ان انا اعمل نيو بروجكت او بروجكت جديد، وعرفنا مع بعض التولز اللي جوه وازاي ممكن نستخدمها. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، واشوفكم الفيديو اللي جاي.